قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ الفيلم معانا بهيو، ودي بنت بتكون ماشية في الشارع وبتلاقي واحد شكله غريب، شعره منكوش وجسمه كله مطرب وبقه مفتوح وبيتحرك بطريقة تشبه الزومبي، واللي هنعرف بعد كده ان اسمه جونغي. بيتحرك جونغي ناحية هيو وبتحاول تكلمه لكنه ما بيردش عليها، وبيطلع يجري وراها بسرعة وبتجري منه هيو بسرعة شديدة، وبالصدفة بتقابل أخوها جون وبتطلب منه إنه يحميها، فبيطلعوا يجروا منه سوا. بتستمر المطاردة دي لحد ما بيظهر جاكي اللي بيكون سايق العربية بسرعة وبيخبط جونغي وبيطيره بعيد، وبيروحوا يطمنوا عليه وبيتفاجئوا إن جونغي لسه عايش وما ماتش، فبيستغربوا جدا وبيرجعوا البيت مع جاكي. وبنروح لمنزل عائلة بونغ، واللي بنعرف بعد كده ان جاكي ومراته وجون ومين وهوي كلهم عايشين سوا. وبنلاقي بونغ لمم صحابه العواجيز وقاعدين بيلعبوا وبيتمنوا لو يرجعوا شباب تاني وصحتهم تبقى احسن من كده. في الوقت ده بونغ بيسمع صوت كلب بره مش عاوز يبطل، فبيطلع يضربه وبيرجع للبيت تاني. واثناء رجوعه للبيت بيدخل الحمام بيلاقي ان جونغي قاعد جوه، فبيشتمه ويهزقه علشان وقحته وانه دخل من غير ما يستأذن، لكن جونغي مش بيرد عليه، فبيضربوا بونغ، لكن جونغي بيمسك بونغ وبيعضه من دماغه ويطلع يجري. بيحط بونغ لزقة على دماغه وبيلم العيلة وبيقعدوا علشان يتغدوا وبيتفرجوا على التلفزيون وبيسمعوا عن فيروس جديد منتشر، بس مش بيهتموا قوي بالأخبار، وبيحكوا عن الشخص المتشرد اللي قابلوه في الشارع اللي جاكي طيره بعربيته. وبيرد عليهم جاكي وبيقول لهم انه ما خدش باله منه خالص، او انه ظهر فجأة وكان بيجري بطريقة غريبة. في الوقت ده بيفتح بونغ أوضة من الأوض بيلاقي جونغي قاعد جوه، فبيروح يضربه تاني ويكتفه، وبيشوفوا جاكي وبيقول له ان ده نفس المتشرد اللي شافه الصبح واللي كان بيجري وراهم ومغلبهم وبيطلع لهم من كل حته. وبيظهر هنا مين؟ اخوهم الصغير اللي بيكلمهم عن الفيروس الجديد المنتشر واللي بيحول الناس لزومبي، واللي بيبدا يلاحظ سلوكيات غريبه على ابوه بونغ وبيحذرهم منه انهم كده لازم يعزلوه بعيد عنهم قبل ما الفيروس ينتقل لهم كلهم. وبتروح الام اللي اسمها لي وتضرب بونغ قبل ما يهجم عليها علشان يفقد بونغ الوعي، ويعزلوه في اوضه لوحده ويدخلوا له الاكل والشرب من بعيد بس. وبيبدا مين يقرا لهم كتاب عن الزومبي وبيشرح لهم مراحل المرض، وبيقول لهم ان بونغ في مرحله حضانه المرض، وان لسه في مراحل متقدمه اكتر من المرض ده، او ان في مرحله متقدمه من المرض بونغ ممكن يفضل عايش للابد. وفي الوقت ده بونغ هيكون خطر عليهم لانه هيكون بيتغذى على ادمغه البني ادمين ومش هيخلي حد عايش، وان مفيش حل ممكن يعملوه غير انهم يحاولوا يقتلوا بونغ قبل ما يوصل للمرحله دي. فبيتعصب عليه جون وبيقول له ما تتكلمش عن بونغ كده، وانه مهما حصل هيفضل ابوه، وبيقوم يضربه ويجري وراه في الشارع، واللي واضح من شخصيه مين انه اناني وما بيفكرش غير في مصلحته بس. وبتحاول العيله انهم يفضلوا عازلين بونغ حبه وقت، لكن الغريب ان بونغ كان بيقدر يطلع من اي مكان بيحبسوه فيه. وبنشوف هيو بتحاول تتفاهم مع جونغي اللي ما بيتكلمش خالص من اول الفيلم ما بدأ، وعلى الرغم من انه مش بيرد عليها الا انها بتاخد بالها منه وبتاكله. وبيصحى بونغ تاني يوم من النوم والعيله كلها مستنيه تعرف ايه اللي هيحصل له، لكن بيتفاجئوا انه بقى صحته جيده واحسن من الاول، فبيستغربوا. وبيروح بونغ الشغل وبيتفاجئ بيه كل اصحابه وبيسالوه عن السحر اللي عمله خلاه بقى بالصحه دي، وانه رجع 20 سنه لورا وحتى شكله صغر كتير عن الاول. وبيبداوا يتوسلوا اليه انه يرجعهم شباب زي ما حصل معاه. وبيرجع بونغ البيت وعيلته بتلاحظ انه بقى كويس ومفيش فيه اي حاجه، والباب بيخبط وبيفتح بونغ الباب، فبيلاقي واحد من صحابه فبيطلب منه انه يرجعه شباب تاني وان صحته تبقى احسن لانه نفسه يتجوز من تاني. وهنا بونغ بيقرر انه يستفيد من وجود جونغي عنده في البيت، وبيقول له تعالى بكره ومتعرفش حد. مين بقى بيخطف جونغي وبيحطه في عربيه نص نقل بتاعت جاكي وبياخده وبيبقى عاوز يعمل عليه اختبارات وتحاليل معينه عشان يعرف اصله وفصله. في الوقت ده شرطه المرور بتوقفه وبتعترض طريقه وبيبقوا عاوزين يفتشوا العربيه، لكن لما بيعرفوا ان يبقى اخو جون بيقرروا يسيبوه يمشي. وللاسف جونغي بيطلع صوت قبل ما يتحرك مين بالعربيه، وبترجع له شرطه المرور من تاني علشان تفتش العربيه. وبيفتحوا الصندوق بيلاقوا جونغي متكتف مربوط جوه وبياخدوه على الاسم. في الاسم بقى بيعرفوا ان جونغي مش طبيعي وان في حاجه غلط في الموضوع، فبيبصوا على اسنانه بيلاقوها متشاله وبيتهموا مين ان هو اللي عمل فيه كده وبيقوموا يضربوه. وفي الوقت ده بيدخل بونغ وبيقول لهم ان كل دول يبقوا عياله وانه هياخدهم ويمشي، وان مش من حق الشرطه تتدخل في شؤون عائليه، وبيلم الموضوع قبل ما يكبر وقبل ما الشرطه تكتشف حاجه، وبياخدهم وبيمشوا. وبيركب الكل العربيه وبيرجعوا على البيت، وبعدها الباب بيخبط، فبيفتح بونغ بيلاقي ان في ناس كتير قوي عرفت وجايين عاوزين يرجعوا شباب تاني.
في الوقت ده راح بونغ علشان يجيب جونغي علشان يخليه يعضهم زي ما عضه ويرجعهم شباب تاني، لكن بيتفاجئ ان جونغي كل اسنانه مخلوعة وبيسأل مين اللي عمل فيه كده وبيتهموا فيها مين، لكن بيطلع ان الام ليه هي اللي عملت كده علشان كانت خايفة ان جونغي يعض حد تاني ويأذيه. وبيفكر بونغ في حل للموقف اللي هم فيه، خاصة إن في ناس بالهبل واقفة بره مستنية دورها وإن كده الناس هتفكروا بينصب عليهم. فبيلمح من بعيد عجوز مسن صاحبه معاه طقم اسنان، فبيستعيروا منه وبيركبوا الجونغي علشان يكون قادر يعض الناس من تاني ويحولهم لشباب. فبيقف عم بونغ قدام الناس كلها وبيخليهم يقفوا طوابير وبيعمل أحلى فلوس بسبب الموضوع ده. مين بيلاقي إن أبوه عمل فلوس كتير من ورا جونغي، فبيخطفه تاني وبيحاول ينقله بعيد علشان يستفيد منه، لكن جون بياخد باله وبيمسك مين يضربه تاني وبيقول له انت ليه دايما ماشي عكسنا وبتضايقنا. وبيرجع جونغي للبيت وبنشوف هيو مهتمه بيه جدا وبتحاول تعلمه ازاي ينطق اسمها، وبتقول له مش هديك اكل تاني لو معرفتش تنطق اسمي صح. فبتنتعش الأحوال المادية لعيلة بونغ وبيقدروا يفتحوا محطة الوقود بتاعتهم تاني، فبيسيب لهم بونغ فلوس ورسالة إنه سافر خلاص هواي ومشي. كل ده وهوي لسه بتلعب وتهزر مع جونغي واللي واضح إنها حبته ومصممة إنه يعرف ينطق اسمها. وفي أثناء ما كلهم قاعدين ياكلوا بيسمعوا دوشة كبيرة في الشارع وبيلاقوا ناس كتير جاية تهجم على البيت، فبيخافوا جدا وبيندموا على إنهم نصبوا على الناس وضحكوا عليهم وقالوا لهم إنهم هيرجعوهم شباب تاني. ومين بيقول لهم إنه كان معاه حق وإن كان لازم يسمعوا كلامه، لكن طبعا بيتفاجئوا إن الناس دي كلها جاية وعاوزة ترجع شباب تاني بعد ما أصحاب بونغ حكوا لهم عن تجربتهم الناجحة. وبدأ يستغل عائلة بونغ الموضوع وبقوا ينشروا الخبر أكتر وأكتر كل يوم ويجيبوا ناس أكتر لجونغي علشان يعضهم ويرجعهم شباب تاني. ويوم بعد يوم ثروتهم بتكبر وبتبقى معاهم فلوس كتير وبيزودوا أماكن زيادة الناس، وبيقرروا ان جونغي هيفضل عايش معاهم للأبد وبيعملوا له عربية صغيرة يعيش فيها معاهم وانه خلاص بقى واحد من عائلتهم ياكل ويشرب ويعيش معاهم. هيو بقى بتاخد جونغي وتهتم بيه وتسرح له شعره، وبيبدأ مع الوقت جونغي يقرب من الشكل الطبيعي للبني آدمين لكنه لسه ما تكلمش ولا عارف ينطق اسمها. وفي قسم الشرطة بيدوروا على حقيقة جونغي واللي بيكتشف انه اتولد بطبيعة غريبة او انه مصاب بالفيروس اللي بيتكلموا عنه وان ابوه وامه اتبروا منه وقتها وحتى ما سجلوهوش في المواليد. وبتبدأ تيجي بلاغات للشرطة كتير إن فيه خناقات وفوضى كتير في الشارع، وبنكتشف بعد كده إن ده مش عراك ولا فوضى وإن دي مرحلة من مراحل المرض، وإن فعلا عضة جونغي بتسبب نوع من أنواع السعار للناس وبتخليهم يتحولوا لشكل يشبه الزومبي، وبيبدأوا يدوروا على أي بني آدم عشان يعضوه ويمصوا دمه. وفي الوقت ده مين كان عاوز يخطف جونغي تاني علشان برضه يعمل تحاليل عليه، لكن هوي قررت إنها تودع جونغي وتطلق سراحه أحسن من إنها تسيبه لمين يعمل عليه التحاليل بتاعته. وبتلبسه لبس كويس وبتديله أكل وشرب وبتقوله ياخد باله من نفسه كويس وما يكلمش حد. وبيمشي جونغي وبيسود الخراب جوه المدينة لحد ما الزومبي دول بيوصلوا لبيت بونغ وبيهجموا عليهم جامد وبيحاصروا البيت. وبتبدأ مغامرة جديدة في منزل بونغ وبيفتحوا الكتب بسرعة وبيدوروا على طريقة يقدروا يتخلصوا بيها من الزومبي اللي مالين الشارع ومحاصرين البيت، وبيتسلحوا بحلل المطبخ والمعالق وبيحاولوا يواجهوا جيوش الزومبي اللي بتهجم عليهم. مين بقى بيدور على أي طريقة يفك بيها الحصار اللي عند البيت علشان ينقذه يوليه، واللي بالمناسبة كانت على وش ولادة. وبيخترع عربية مليانة صواريخ وألعاب نارية وبيكون فاكر إن الصواريخ دي قادرة تقتلهم. وبتدور معركة كبيرة بين الزومبي ومفرقعات مين اللي بيكتشف إنها مش بتأثر فيهم أصلا، فبيصرخ جاكي في مين لأنه بيضرب مفرقعات جنب محطة الوقود بالظبط واللي هيخلي الدنيا كلها تولع وهيموت. لكن مين بيفقد السيطرة على الصواريخ دي بالفعل، لكن حظه بيكون حلو والمفرقعات النارية دي كلها بتفرقع في الهواء وبتعمل أشكال وألوان في السماء وبتطلع نور. وبنعرف بعد كده ان الزومبي حساسين للضوء وان دي بتعتبر وسيله الهاء ليهم، وان بشكل ما الصواريخ دي نجحت تنقذهم. والمهم دلوقتي انهم ما يطلعوش اي صوت يدل على انهم بني ادمين والا الزومبي هياخدوا بالهم ويهجموا على البيت تاني. فبيدخل من وجاكي لمراته ليه بتولد وبيطمنوا على المولود وبيقعدوها في العربية اللي كانوا عاملينها لجونغي، وبيقرروا انهم لازم يطلعوا برا يجيبوا العربية الكبيرة ويسحبوا بيها العربية اللي فيها ليه والطفل بتاعها ويهربوا بعيد. اتنكر مين وجاكي وعملوا نفسهم زومبي علشان الزومبي الحقيقيين ما ياخدوش بالهم منهم ويجروا بسرعة للعربية، لكن بيكتشف جاكي انه ناسي المفاتيح جوه البيت، فبيحاول يرجع بسرعة علشان يجيب المفاتيح. ولسوء الحظ المولود الجديد بيعيط وبيسمعوا
الزومبي تاني، وبيرجعوا يهجموا على البيت وبينجحوا يدخلوا، بس مش بيوصلوا لسه للعربية اللي فيها لي، وبتتولى هي مهمة حماية لي، وبتتفاجئ بجونغ إن جاي يساعدها. في الوقت ده لي طلع البيت وسط الزومبي اللي بدأوا يضربوه، وحدف المفتاح اليمين عشان يدور العربية ويتحرك بيها وينقذ مراته والمولود. وهنا بيظهر دور جونغ وبينطق اسمه هوي لأول مرة في حياته علشان يلهي الزومبي ويخليهم يهجموا عليه هو ويسيبوا مين، وبكده يقدر مين إنه ياخد لي وهوي والمولود الصغير ويمشوا. وبيركب معاهم جاكي اللي بنكتشف إنه ما ماتش، وبيجروا كلهم بالعربية. هوي بتنادي على جونغ علشان يركب معاهم ويمشي، لكنه بيطلع ولاعته وبيرميها على محطة الوقود اللي بتفرقع وبتطلع نار ومفرقعات كتير قوي. وبتفتكر هوي ان كده جونغ مات وما خدتش بالها ان القوة اللي عنده بتخليه عايش مدى الحياة، فبتتأثر جدا وبتحزن عليه. وفي نهاية الأحداث بيتفاجئوا برجوع بونغ من السفر، وبيسألوه إذا كان تعبان ولا بيعاني من أي شيء، وبيستغربهم جدا وبيقول لهم انتوا ليه مصممين تطلعوني مريض وتعبان وجالي الفيروس؟ فبيستغربوا جدا ان هو الوحيد اللي فضل سليم، لكن بيفتكروا ان جونغ عدوا مرتين، وبيفكروا ان ده اللي خلاه لسه في حالته الطبيعيه لحد دلوقتي. وقبل ما يخلصوا كلام بيهاجمهم الزومبي مره تانية عشان يطلعوا يهربوا منهم من جديد. في الوقت ده كانت الاخبار على اخرها ان المرض تفشى في البلد وانهم مش لاقيين لهم علاج، فبيتوصل عائله بونغ ان العضه التانية هتكون بمثابه لقاح للناس دي، وبيقترحوا انهم يعملوا شركه علشان يعالجوا الناس دي كلها ويرجعوهم لحالتهم الطبيعيه من جديد. وبالفعل بيفضوا ساحة كبيرة وبيجهزوها، وبيقوم مين بدور مدير التسويق، وجاكي بيكون المدير التنفيذي، أما جون فبيكون المنظم للشركة دي، ولي وهوي مسؤولين الأمن والحماية. أما عن بونغ فبيتورط في إنه يعض كل الناس دي من جديد علشان دي كانت فكرته من الأساس، فبيدخل عليه زومبي ورا التاني وبيعضهم فبيرجعوا لحالتهم الطبيعية. وبيرجع جونغ الهوي واللي بتلاقيه بدأ يعرف ينطق أكتر من كلمة ورجع لطبيعته الأساسية بفضل اهتمامها وتعليمها ليه. وفي النهاية بتنجح شركتهم في إنها ترجع لكل الناس حياتها الطبيعية، وبتكون مشكلة الفيروس دي انتهت للأبد. وبتناقش وسائل الإعلام الأخبار الجديدة، وبيبقوا من أنجح وأشهر العائلات في المدينة. الفيلم كان شيق ومليء بالأحداث الغريبة في إطار من الكوميديا، وبيأكد على دور العيلة والتعاون في إنهم يحلوا أي مشكلة. وبكده بتكون انتهت حلقة النهاردة اللي أتمنى تكون نالت إعجابكم، واشوفكم في حلقة جديدة. وما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد. وسلام.